السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن سكارفيس الحاكم الفعلي لكل من كينيا واوغندا. فمن غير مقدمات كتير يلا بقى نخش في التفاصيل. انتشرت صور الاسد سكارفيس الاسطوري منصات التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر موته، وانتشرت في الليله دي اصوات زئير حزين مفاجئ بغابات كينيا واوغندا بمنطقه حكم اشهر ملك غابه في التاريخ الحديث، عشان تعلن بعد كده الجمعية العالمية لحماية الحيوان موت سكارفيس الحاكم الفعلي لمنطقة كينيا وأوغندا، أكثر بقاع الأرض شهرة بالأسود، واللي حكمها بالمناسبة لمدة 12 سنة، أطول فترة حكم لذكر بالغ لمجموعة أسود في التاريخ. ومعلومات بسيطة كده عن سكارفيس، إن سكارفيس الأسطورة كان أول أسد بيجند إخواته سيكو ومرواني معاه في نفس المجموعة بنفس الحق وبنفس السلطة تقريبا. والأسد سكارفيس هو الحاكم الفعلي لكل من كينيا وأوغندا، وحكم الغابة لمدة 12 سنة، وتعد دي أطول فترة حكم لذكر بالغ زي ما قلت قبل كده، لأن الفترات العادية بتتراوح مدة حكمها ما بين الأسود ما بين 3 ل5 سنوات بس. وكان سكار وفي لأسرته، حيث جعل إخواته سيكو ومرواني لهم نفس الحق في السلطة، كما سمح لهم للعيش معه، ويعد ده ضد علم السلوك الحيواني أصلا. فعالم الأسود لما كان بيهاجم حيوان عليهم كانوا بيحاربوه معا، ووفقا للجمعية العالمية للحيوانات هذه الواقعة لم تحدث في تاريخ علم الأسود. كما دافع سكارفيس عما يقرب من 130 أسد، كما أخرج مجموعة من التماسيح الكبيرة من منطقته بسبب افتراسهم لشبل، ولم يسبق لسكار أن هاجم إنسان على الرغم من دخولهم أرضه. وعرف الأسد سكار بالمنتصر الوحيد على ذكر فرس النهر، كما قتل ما يقارب من 400 ضبع، وهو صاحب الفيديو الشهير على موقع التواصل الاجتماعي ضد قطيع من الضباع في الليل على الطريق السريع، وحاول منعهم من إيذاء الآخرين. 11 اشتبك سكار مع أسد صغير كان قوي اسمه جرابي. كان أهل كينيا يتوقعوا فوز جرابي والاستيلاء على العشيرة، ولكن سكار حاربه بقوة وخسر قطعة من رجله، واحتفظ برأس جرابي أسبوعين قبل أن يقرر التخلص منها. وعام 2016 خسر سكار عينه في معركة اسمها خبراء الطبيعة برايد اوف ذا برايد، حارب فيها مع إخوته 6 أسود، قتل منهم 2 والباقي قتلهم إخواته. وتناول الأسد الملك سكارفيس عشاءه الأخير في مسقط رأسه، حيث قدم له إخوته أجزاء من فرس النهر، وبعدها رحل سكارفيس ليخلف وراءه حزن جميع أبناء عشيرته. ده كانت قصة أو كانت رواية من الروايات اللي بتنقل عن الأسد سكارفيس. وفي رواية تانية بتقول إن الأسد الشهير سكارفيس فقد عينه عام 2012 وهو بيبني عرينه برفقة إخوته، وأصيب برصاص راعي ونجا من الموت بأعجوبة في عام 2013 وأصبح أعرج، لكن ده ما انقص خالص من هيبته رغم تقدمه في العمر 14 عام، إلى أنه تمكن من بسط سيطرته على منطقته ورحل في سلام دون أي نهاية مأساوية. كانت علاقته مميزة بالأشبال الصغيرة، فقد كان قريبا منهم ويسمح لهم باللعب معه. ولما الأسد سكار بدأ يكبر وما يقدرش ان هو يصطاد، إخواته بدأوا ان هم يصطادوا له ويروحوا يجيبوا له العشاء ويخرجوا يصطادوا له مخصوص. ولما أدرك الملك سكارفيس ان وقت رحيله من الحياة قد حان، فضل يمشي للوصول لمسقط رأسه، وهناك تناول عشاءه الأخير ورحل سكارفيس ليخلف وراءه حزن الملايين في مختلف البلاد والقارات وليس في أفريقيا وحدها. وبتتوالى القصص، ولكن يظل سكارفيس أسطورة وأطول حكم لأسد كانت تحت حكمه هو، واللي استمرت 14 سنة. وبكده تكون خلصت الحلقة بسرعة جدا. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة اليوتيوب وتشغل جرس التنبيهات عشان توصلك كل جديد. كان معاكم مجدي علي، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم.